ki utanayı bu bir zaman. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kuyruğu şindirin. Şimdi bir de takibi hala buradan. Şimdi bir de takibi hala buradan. Hem kurdun, rengi doğru şureşin. Sirdikin günadiyan medarişan. Sirdikin günadiyan medarişan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kuyruğu şindirin. Şimdi bir de takibi hala buradan. Şimdi bir de takibi hala buradan. Hem kurdun, med Yahudi müsrefin. Dil iman fadiman her iştiman. Dil iman fadiman kurdu Kurdistan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kuyruğu şindirin. Şimdi bir de takibi hala buradan. Şimdi bir de takibi hala buradan. Davi Kurdra bu yeter fi ve şiran. Babı kuyna şimdikin taci cihan. Babı kuyna şimdikin taci cihan. Kesmedi kurdunların, kesmedi kurdunların, kuyruğu şindirin. Şimdi bir de takibi hala buradan. Şimdi bir de takibi hala buradan. Ordunun hep hazır-ı amadene. Can feda ne can feda, her can feda. Can feda ne can feda, her can feda. أهلا بكم طيف تي في حلقة جديدة وحوار ساخن. الإعلام والتغريبة العفرينية. في حين أصبح الإعلام قوة مؤثرة ومهيمنة على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبح من أهم وسائل التأثير على الرأي العام ومسارات التغيير السياسي والنظمي للمجتمعات. هل لعب الإعلام الكردي دوره في نقل الوقائع والأحداث بشفافية، أم أنه كان يؤدي دوره في خدمة الأجندات السياسية بنقل ما يملى عليه فقط؟ هل كان ألم كرد روجافا والعفرينيين ومأساتهم الدافع الأكبر، أم إثبات الذات وجني الثروات؟ السلطة الرابعة ما هو دورها في المجتمع الكردي، وما هو مدى مصداقيتها في نقل الحدث؟ لماذا يفتقر كرد روجافا لمنبر إعلامي يمثل ضمير وصوت الشارع الكردي وبشفافية؟ هذه وغيرها الكثير من الأسئلة سوف نناقشها مع ضيفي حلقتي لهذه الليلة، ولكن بعد فاصل مع فيديو قصير. القوات الكردية ووحدات الشعب الكردية تعول على دعم الجيش السوري لها في مواجهة. هذا أحد
داخل عفرين حركة رسوح كثيفة للمدنيين عبر السيارات. حوالي 2000 مدني تركوا منازلهم بعد إعلان الجيش التركي فرضه طوقا على مدينة عفرين شمال سوريا. القوات التركية وعناصر الجيش السوري. سيطر الجيش السوري المدعوم من الجيش التركي على مدينة عفرين بالكامل شمال سوريا. جميع المناطق الهامة القريبة من عفرين تحت السيطرة، وسيتم قريبا تخليص مركز عفرين. تفضلوا وشاهدوا، وهي للجنود أتراك داخل الأراضي السورية المحتلة من قبل الدولة التركية يقطعون منتدبة أو دولة تزعم عن نفسها أنها تريد المرحلة. أردوغان لا يخفي، رجعوا إلى تصريحاته في الآونة الأخيرة، هو لا يقف عند حدود منبج أو عفرين، هو يمتد إلى كركوك والموصل. قتلوا إرهابيين ويقولون يقتلون الشعب السوري، يهجرون الشعب السوري، وعلى رأس بإذن الله إن شاء الله سنفتح الأسراد فتحا مبينا. أنا من طفوت من غدار من دبابة دار من صاروخ ودار عبد الرحمن يا رب يا رب قلت أنا اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي حلقتي لهذه الليلة. من أمريكا الإعلامي والكاتب الأستاذ صالح دمجر، ومن فرنسا مدير تحرير جريدة ليفانت اللندنية الصحفي الأستاذ شيار خليل. أهلا بكم. مرحبا أهلا بك يا أخت الشيخ. أهلا بكم. بداية أستاذ صالح، أود البدء مع حضرتك. بداية سؤال يطرح نفسه وبقوة وبنصف سريع وقراءة للمشهد الإعلامي الكردي ورصد لجميع التحديات التي تواجه إعلامنا باختلاف الرؤى السياسية والانتماءات الأيديولوجية. هل باعتقادكم الإعلام والإعلامي الكردي مهيئان لرصد الحالة بشكلها المطلوب من حيث الكفاءات العلمية والمهنية والتقنية؟ بداية سيدة دلشة، أشكرك على إتاحة هذه الفرصة لي لأطرح فكرتي، ولكن أعتذر في بداية البرنامج أنني لن أتكلم اللغة الفصحى لكي أرتاح أكثر، لأنني على ما أعتقد أن وقت البرنامج هو طويل نسبيا، وبالتالي أريد أن أكون مرتاحا في طرح أفكاري، ولذلك أكيد على راحتك رح أحكي لك بالعامية أفضل. على راحتك. أنا بفضل إنه هيك رح المشاهدين كمان رح يفهموا علينا أكثر، ورح نقدر يكون هيك قراب على بعضنا أكثر، لأنه حتى هذا يعني اللغة الفصحى هي صارت بشكل أسرع، صارت شوي ثقيلة حتى على العرب أنفسهم، مو بس علينا. أكيد. تفضل أستاذ صالح. قبل ما أبلش الموضوع معك، مثل ما بتعرفي حضرتك وبيعرف كثير من المشاهدين أني أنا صحافي بشتغل مع إذاعة صوت أمريكا هون بواشنطن. لهيك أنا بدي نوه أنه كل شيء بقوله أنا هو رأيي الخاص. أنا صحافي بشتغل معهم، ولكنني ما بمثلهم بهالمقابلة. يعني أنا ما بمثل هلأ بهالمقابلة صوت أمريكا، بس حبيت أوضح الفكرة. السؤال اللي طرحتيه ست دلشة هو سؤال كتير كبير وواسع ومتشعب، يعني لحتى أقدر أقول أنه الصحافي أو الإعلام أو الصحافة بشكل عام بسوريا وبشكل خاص بين الكرد هن قدروا يواكبوا
الاحداث على الارض. عفوا للمقاطعه استاذ صالح، اود التركيز على الاعلام الكردي بشكل خاص واعلام روجافا بشكل عام. رح جاي لك عليه، ما بعرف قديش في معي وقت لاجاوب هالسؤال، لانه معك وقت اكيد، تفضل. لانه السؤال كبير كثير، انا ما في بس احكي عن الاعلام الكردي بدون ما اتطرق بشكل عام للاعلام والاعلام السوري بشكله الاوسع، لانه نحن بصراحه نفتقد الى المهنيه. يعني الاعلام الكردي مثل اعلام كل الشرق الاوسط وبشكل خاص الاعلام السوري عامه، يعني يفتقد الى المهنيه. هلا وقت بقول مهنيه هذا ما بيعني انه المهنيه يعني تعني انه واحد او وحده هيك قديش لابس جرافاته او هي مجمله حالها وطالعه قدام التلفزيون او هيك. لا، المهنيه في لها كثير معايير، في لها معايير عميقه كثير. هاي لازم اي اعلامي او صحافي يكون بيعرفهم قبل ما يخوض هذا هاي تجربه الاعلام او الصحافه. نحن بنعرف انه المجتمع الكردي منه مجتمع، يعني الاعلام الكردي عم بقصد، يعني بالمجتمع الكردي ما درسوا الاعلام، اغلبيه الاعلاميين ما درسوا الاعلام بالشكل المهني للكلمه. يعني استاذ صالح، اسمح لي اني اقاطعك بهي النقطه بالذات، لاني حقيقه هي نقطه كثير مهمه. هل لانه نحن نفتقر لاشخاص متخصصين في المجال الاعلامي ام هنالك اسباب اخرى؟ لا في كثير اسباب. هيك انا قلت لك انه سؤالك كثير كبير، انا ما بعرف قديش في عندي وقت لاشرح لك، يعني بس عم بيجي شوي للموضوع. هلا لانه نحن دخلنا بالاعلام، يعني دخلنا اخذنا الاعلام باكثر من خلفيه، سواء كانت خلفيه ثقافيه او سياسيه او موسيقيه. يعني في عندنا مثلا اعلاميين كانوا موسيقيين قبل، في عندنا اعلاميين كانوا سياسيين قبل، اعلاميين كانوا كتاب قبل، شعراء قبل. يعني الفكره هون اللي بدي اوصلها انه هي الاعلامي لحتى يكون مهني في كثير معايير لازم يقدر يعني يمارسها او يلتزم فيها. هون بيسموها بالانجليزي ethic of codes، يعني دليل مبادئ او مدونه اخلاق او مدونه سلوك، ما بعرف قديش هي معناها بالعربي. يعني هاي بكل مؤسسه اعلاميه، مو بس اعلاميه، لا عم نحكي عن الاعلام بس، باي مؤسسه باي شركه لازم يكون في لها مدونه سلوك، في لها دليل اخلاقي يقود. هي بالنسبه لهي المؤسسه مثل الدستور بالنسبه للدول. فاذا الاعلامي تخطى هذه المبادئ معناتها ما عم يقدر يطبق القواعد المهنه بشكل مضبوط، وبالتالي ما بيقدر يكون مهني بالشكل المضبوط. هلا نحن بنعرف، انا حابه نركز استاذ صالح، نقطه حابه نركز مع بعض عليها. هل يجب ان يكون الاعلامي اكاديمي متخرج من كليه صحافه واعلام، ام ان الاعلام عالم واسع باستطاعه الجميع اختراقه؟ هلا هون انت عم تطرحي فكرتين. الاكاديمي، ما بعرف اذا عم تعني الاكاديمي لازم يكون اخذ شهاده جامعيه، ولا الاكاديمي يعني بالمعنى المهني للكلمه. المعنى المهني للكلمه هذه بالمعنى المهني للكلمه، ان يكون الاعلامي خريج كليه صحافه واعلام لكي يتقن المهنه بشكل افضل. لا مو ضروري طبعا. الشهاده الاكاديميه والجامعه وقت الواحد الاعلامي بيروح بيدرس، هاي فرصه كثير كبيره له لحتى يكون مهني، لحتى يكون اعلامي مهني. ولكن مو بالضروره انه اي واحد تخرج من الجامعه من كليه الاعلام يعني هو صار اعلامي مهني. لا، نحن هون عم نفصل. انا هون حابب كثير ركز على هاي النقطه. طبعا الجامعه، الدراسه المهنيه، الدراسه الاكاديميه هي فرصه كثير كبيره، يعني باب بيفتح لك لحتى تدخلي هذا المجال باوسع ابوابه. ولكن ما بالضروره تنجحي. لحتى تكوني اعلاميه مهنيه ناجحه مو شرط تكوني دارسه
حتى في كثير إعلاميين بالعالم هم ما درسوا الإعلام ولكنهم إعلاميون مهنيين وناجحين، لأنهم مثل ما قلت لك لأنهم هن بيلتزموا بقواعد هذه المهنة، بيلتزموا بسلوكيات وأخلاق هذه المهنة. أنا اليوم ممكن لنقول في شجار صارت أو لنقول في مظاهرة صارت بمدينة عفرين. نعم. المظاهرة كانت حاملة أعلام كردستان والناس كانت عم تطالب بتأمين الخبز اليومي، يعني الفرن بعفرين كان واقف والعالم طالعة مظاهرات عم تحمل أعلام كردستان عم تقول بدنا الفرن يشتغل. هلا أنا كإعلامي أنا ممكن أصور هاي المظاهرة بكذا صورة، لأنه أنا الكاميرا عندي وأنا بعدين المتفرج هو المشاهد هو ملكي. المظاهرة صارت بشارع بعفرين ولكن كل العالم ما شافت المظاهرة. أنا اللي شفت المظاهرة، أنا الإعلامي، أنا الصحافي اللي كنت هناك، وأنا لازم أكون صوت الحق بالنسبة لهذول. أستاذ صالح، خليني بس وضح الفكرة بنص دقيقة. هلا أنا ممكن أخذ واحد على جنب وأقول له حمول علم كردستان، أنت بتدعو لإقامة دولة كردية؟ رح يقول لك إيه أنا بدي دولة كردية. أنا ممكن أخذ هذا الصوت تبعه وروح أعمل تقرير وفرجي المظاهرة بدون ما حدا يحكي حاملين علم كردستان وقول هذا الشخص عم يطالب بعفرين بإقامة دولة كردية. هذا العربي رح يتحسس مني أو يتحسس من كل أهل عفرين لأنهم عم يطالبوا بدولة كردية، بينما المظاهرة ما كانت هيك. يعني المظاهرة كانت مشان رغيف الخبز والفرن كان واقف طالعين مظاهرة. عم وضح لك كيف قديش الإعلام ممكن يغير الحقائق وممكن يعني مثل ما بيقولوا يبلور الحقائق بطريقة صحيحة أو خاطئة، الصوت الحق وبشكل ساطع. يعني يمكن أستاذ صالح لهيك أطلق عليه لقب السلطة الرابعة. لكن خلين صوت الأستاذ صالح. عم بسمعك صوتي كثير منيح. أستاذ صالح بجملة باختصار هل الإعلام والإعلامي الكردي مهيئان لرصد الحالة بالشكل المطلوب أم لا؟ لا الإعلام الكردي ولا الإعلام السوري بشكل عام ولا الإعلام بشكل أوسط كله مهيئ. شكرا. خلينا ننتقل بسرعة للأستاذ الصحفي الأستاذ شيار خليل. أستاذ شيار، ما هو تعقيبكم على هذا السؤال، على هذا الموضوع؟ ولا بوافق استاذ صالح بالشيء اللي حكى، وبوافقه بدايه انه نحن هون عم نشارك باعتباراتنا الشخصيه وليس ممثلين عن المؤسسات التي نعمل بها. دعينا اتحدث عن موضوع المهني والغير مهني. ماذا يعني مهني وغير مهني؟ يعني ماذا يعني أكاديمي وغير أكاديمي؟ الصحفي الحاصل على الشهادة الجامعية من كلية الإعلام والصحفية ليس ضروريا أن يكون مهنيا، هو شخص أكاديمي تخرج من جامعة معينة بشهادة معترفة، ولكن هل يستطيع أن يمارس المهنة بشكل مهني وبشكل حيادي كما يطلب؟ أظن أن هذا الموضوع هو موضوع واسع، وهذا الموضوع هو السبب مأساتنا ومأساة المؤسسات السورية كردا وعربا، أن الذين يمارسون مهنة الإعلام في سوريا بالأغلب أو بالمجمل، لن أشمل الجميع لأن هذا ظلم أكيد، هم وخاصة في من بدايات الثورة السورية هم مواطنون صحفيون، هم أناس حملوا الكاميرا وحملوا العدسة وحملوا المايك والقلم لظروف طارئة طرأت على الوضع السوري، إن كان في المناطق الكردية أو المناطق الغير الكردية. يعني هذه مشكلة عامة نستطيع أن نفصلها ونتحدث عنها بدرجة. الصحفي الذي هو يجب أن نلقبه أو نطلق عليه كلمة المهني يجب أن يتبع المهنة ويتقيد بالمعايير التي تتعلق بمهنة الصحة. برأي حضرتك أستاذ شيار، ما هي المعايير التي يتوجب عليه أن يتقيد بها؟
المعايير هي تختلف من مؤسسة لأخرى، من بشكل عام المسموع إلى الكتابي. الصحفي من واجبه بالدرجة الأولى أن ينقل الواقع كما هو، أن ينقل معاناة الناس على الأرض، لأن هؤلاء الناس في سوريا لا يستطيعون أن يخرجوا بأصواتهم إلى العالم الخارجي، إلى المؤسسات الإعلامية. أتى الصحفي لكي ينقل، لكي يكون صلة الوصل بين الأرض وبين الخارج، لكي ينقل الصورة التي تحدث على الأرض في سوريا، في المناطق التي لا يصل إليها الإعلام العالمي أو الدولي، إلى العالم جميعا. فإذا من واجبه أن ينقل الصورة بحيادية. ولكن للأسف الشديد الإعلام الكردي، بما أنه أنت يعني تحدثتي عن موضوع الإعلام الكردي تحديدا، يعني الإعلام الكردي لا نستطيع أن بالمجمل أن نطلق عليه إعلام حيادي أو مهني. هناك بعض المؤسسات هي مؤسسات مهنية، وخلال 10 سنوات استطاعت أن تبصم بصمة جيدة في سوريا، ولكن الإعلام الكردي بالمجمل هو إعلام حزبي، هو ينقل وجهة النظر الحزبية تحديدا من كافة الأحزاب، ليس حزب معين وليس حكومات أمر الواقع وليس الإدارة الذاتية. أنا أتحدث عن الجميع، كافة المؤسسات الإعلامية التي تعمل على أجندات معينة على الأرض وتنقل صورة معينة هي مؤسسات حزبية للأسف الشديد. وضحت الفكرة أستاذ شيار، شكرا. لن أعود للموضوع. نعود للأستاذ صالح دمجر. أستاذ صالح، خلينا نرجع لموضوع حلقتنا الليلة. موضوعنا الرئيسي واللي هو الدور اللي لعبه الإعلام الكردي في نقل الأحداث والحقائق خلال أزمة عفرين وما بعدها. هلا انت عم تطرحي اسئله بصراحه هي كثير كبيره. يعني انا لما بحكي حتى باخر هذا اخر سؤال لما سالتيني هل انه الاعلام الكردي يعني قدر يوصل لمرحله انه يقدر يلبي متطلبات المجتمع او يوصف الحاله كما هي، فقلت لك بشكل سريع انه ما قدر، بس لازم نشرح هذا الموضوع كمان. والاعلام الكردي يعني لما بتحكينا عن الحقائق والاحداث، الحدث شو هو؟ الحدث شيء صار على الارض، ولكن تنقول عفرين، نحن عم ناخذ عفرين نموذج ومثال. اذا كان في حدث صاير بعفرين وما في مؤسسه اعلاميه كرديه تقدر تواكب هالحدث او تقدر تكون حاضره هنيك، فالحقيقه هون رح تحمل اكثر من وجه. يعني بالنسبه إلي ككردي، ممكن انا كاعلامي كردي اروح اقول انا تركيا لانه محتله ولانه هدول الجماعات المعارضه هن جماعات ارهابيه، انا ممكن اقول انه يعني هن المسؤولين عن كل شيء صاير بعفرين. هلا مؤسسه اعلاميه ثانيه تنقول مثل حلب اليوم، مثل اورينت، مثل سوريا، هدول المؤسسات ممكن ينقلوا الخبر على مزاجهم هن. الفكره هون هي الحقيقه وين؟ للاسف انا على طول عم بربط كل شيء عم بيصير بالاعلام الكردي بالاعلام السوري بشكل عام، وبالتالي باعلام المنطقه، لانه ما فيني انا اطلع خارج يعني الحلقه وبس قيم الاعلام الكردي على اساس انه هو اعلام يعني ما له علاقه بمجمل سوريا. هذا ظلم اكيد. هذا ما بقدر، لانه عم بكون عم ببتعد عن الحقيقه. هلا الاعلام العالمي كيف واكب الاحداث بعفرين؟ خلينا نطرح هذا السؤال الاكبر قبل ما نقول الاعلام الكردي. تصوري الاعلام العالمي كان ياخذ احدى وجهات النظر، يعني يرتكز على احدى وجهات النظر، ياخذ الخبر السوري يا من وكاله سانا، يا من وكاله هوار، يا من وكاله اناضول، يعني يا من سوريا يا من تركيا يا من كرد سوريا. طيب استاذ صالح، هون خليني اقاطعك. يعني باعتقادك ليه عم بصير هذا الشيء؟ مش لانه الاعلام الكردي ما فارض نفسه على الساحه، يعني خلينا مش نقول يعني
الدوليه ولا على الساحه العالميه بشكل عام، يعني بشكل نقدر نقول بين قوسين ليس له وجود على الساحه الاعلاميه. هلا خلينا نكون موضوعيين شوي اخت برشا. انا ما فيك انت الاعلام باي دوله باي منطقه هو مثل اي عضو بجسمك. ما فيك يعني اذا كان الجسم كله عليل يعني كله مريض، ما فيك تنتظري انه الاعلام يكون مستقيم والاعلام يكون على بابهى صوره واعلام يكون هيك مزهر. ما فيك. عم نحكي عن نحن ب10 سنوات من الحرب والاقتتال بسوريا ومن القتل والدمار للبنى التحتيه. العالم تشردت، ملايين العالم، نص سكان سوريا مهاجرين سواء كانوا بالداخل او بالخارج لاجئين. مئات الالاف من الناس قتلت بسوريا. ما فيك تتوقعي اعلام يكون ناجح. يعني انا جبت لك مثال عفرين. انت كيف تطلبي من اي اعلامي كردي مستقل؟ ما بعرف اذا كلمه مستقل هلا بعدها موجوده بالهذا. الاخ شيار تفضل وقال انه نحن اعلامنا هو اعلام حزبي، وفعلا هو هيك. يعني الاعلام الكردي هو اعلام حزبي باحسن صوره. يعني كيف اي اعلامي كردي راح يقدر يروح على عفرين وينقل لك يعني يعمل تقرير عن حادثه صارت بعفرين، تفجير صار، هجوم صار، حتى حاله اجتماعيه؟ كيف راح يقدر اذا كان هو ممنوع من دخول عفرين؟ وبالتالي يعني انا قلت لك اذا كان الاعلام العالمي عم يعاني بسوريا، فكيف وضع الاعلام الكردي؟ الاعلام العالمي اذا عم ياخذ بالروايه التركيه، شو تتوقع من الاعلام الكردي يعمل؟ الاعلام العالمي اذا عم ياخذ بالروايه السوريه، النظام السوري، شو تتوقع من الاعلام الكردي رح يعمل؟ المشكله انه نحن ببلد يعني كل شيء منهار، وبالتالي الاعلام فيه منهار، وبالتالي الاعلام الكردي ما بيقدر باي شكل من الاشكال انه يواكب المرحله ويصور لك الاحداث والحقائق على الارض مثل ما تفضلتي. هلا غير ذلك يعني اذا نزلنا درجه اقل، اذا قلنا طيب هذا الاعلام الموجود يا ترى هو اعلام عادل؟ يعني عم يحكي الحقائق؟ انا كمان في عندي شك بهذا الموضوع، لانه الحقيقه مثل ما قلت لك الحقيقه هي مطلقه، ولانه نحن ما بنقدر نعمل اي شيء مطلق. يعني انا كاعلامي اذا بدي اعمل تقرير عن عفرين، انا اذا لازم يكون اذا عم ببحث عن الحقيقه. شوف انا هذا الراي يمكن يزعج كثير من المشاهدين الكرد، بس للاسف يعني انا بعتبر انه هاي هي الحقيقه. انا اذا بدي اعمل تقرير عن عفرين، انا لازم اروح اخذ راي المسؤولين الكرد، واخذ راي المعارضه السوريه، واخذ راي النظام التركي، اعمل من هالاراء مجموع الاراء، اصور للعالم شو عم يصير بعفرين. لانه انا الاعلامي بالنهايه هو ما مطلوب منه يقول لك شو الحقيقه. يعني اذا الاعلامي عم يقول لك هي الحقيقه، يعني معناته منه صادق. الاعلامي مهمته الوحيده هي نقل الخبر وشرحه، وهذا الشرح لازم يكون بمساعده متخصصين. لانه انا اعلامي تنقول اذا بدي احكي عن كورونا بعفرين، انا ماني متخصص، انا ماني طبيب، انا ماني دكتور لحتى اقول لك الكورونا شو بتعمل وانت لازم شو تعملي. لانه لاعمل تقرير عن كورونا بعفرين لازم اول شيء هيئ للمعلومه، احضرها، اعد المعلومه، واعمل مقابلات مع المتخصصين بهذا المجال، بالمجال الطبي، وبعدين نتيجه كل هالمقابلات اطلع لك بتقرير انه هذول هيك عم يقولوا. هلا انت شو كيف تاخذيها انا ما مهمتي. مشكله الاعلام الكردي عم نخصص الكردي لانه انت عم تفضلتي حكيتي عن الكردي. الاعلام الكردي انه هو ليكون تقرير ناجح لازم دغدغ المشاعر الكرديه. والا هذا التقرير منه تقرير ناجح. والا انا يعني يا انا موالي لبككه،
يا انا موالي للحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، يا انا موالي لاردوغان، يا انا موالي لبشار الاسد، يا انا واحد داعشي. لانه بصراحه لما بنروح على المصطلحات، انت تفرجي على المصطلحات اللي بيستعملوها بسوريا. تصور المعارضه بتسمي قوات سوريا الديمقراطيه ميليشيا القسده، النظام يسمونهم ارهابي قسده، القسده بيسموا الاداره الذاتيه بتسمي المعارضه ارهابي المعارضه، الاتراك بيسموا ارهابي بككه، الكرد بسوريا بيسموا تركيا دوله ارهابيه. يعني شوفي انا اذا بدي اعمل تقرير اي واحد لازم يعتمد. هلا اذا اعتمدت انه انا قلت انه قوات المعارضه هي قوات ارهابيه، إيه اوكي، انا بالنسبه لك عم اقول الحقيقه، بس بالنسبه للعربي يا ترى عم اقول الحقيقه؟ فهون مفهوم الاعلام بشكله الواسع ما بيقبل هاي الحالات الضيقه مثل ما بيقولوا لحتى نفوت فيها. هلا عم نحكي عن اعلام اللي هو موجود على ارض الواقع، هو اعلام دغدغه المشاعر مو اكثر. ما بعرف اذا طولت عليكم. لا ابدا، يعني باعتقاد حضرتك انه الاعلام لازم يكون ما هو حر بالمعنى المطلق لكلمه الحريه، يعني هو مقيد من عده جهات او عوامل بتاثر عليه بنهايه الامر. طبعا الاعلام كيف مقيد؟ الاعلام في دليل سلوكيات، في مدونة سلوكيات لازم إعلامي يكون عم يتبعها. وهلا وضيفك كان عم بيجاوب، لقيت سؤال على الشاشة إنه إذا واحد ما كان دارس جامعة كيف رح يقدر يدرس؟ طيب اللي عم يروح على الجامعة شو ما بيدرس؟ ما في كتب، ما في مصادر أي واحد ممكن يروح يطلع عليها. يعني هدول المصادر مو هي بس ملك الجامعة، اي كتاب حتى كتاب الجامعي انت ممكن تاخذيه على بيتك وتدرسيه. يعني ويعني ما أنا شغله كثير مثل ما بيقولوا عويصه وصعبه انه انت تاخذي المعلومه برات الجامعه. يعني انا هيك انا بالمناسبه ما حتى ما حدا يفكر انه انا ضد هالفكره، لا، عم اقول الجامعه هي فرصه ذهبيه لاي اعلامي لحتى يقدر يكون اعلامي مهني. هلا خلينا نرجع على النقطه اللي تفضلتي فيها. انه انا عم اقول انه الاعلام مقيد باخلاقيات المهنه. نعم. مو انه هو مقيد يعني ما لازم يحكي عن شغلات ويحكي عن شغلات، لا، الاعلام هو نقل الخبر. يعني شو هو تعريف الاعلام؟ الاعلام هو مجموعه مؤسسات اعلاميه، مؤسسات تواصل، من جرائد، من تلفزيونات، من مواقع التواصل الاجتماعي لاحقا. هذه المنصات هي عم تنقل الخبر من محل الحدث إلى المتلقي. الإعلامي هو هاي وظيفته مع شرح ما يجري. يعني أنا كمشاهد أنا بتوقع من الإعلامي شغلة، إنه هو يقول لي هذا الخبر كيف صار ويشرح لي، يعني يقول شو هذا الخبر ويشرح لي. بس أنا ما بتوقع من الإعلامي إنه يقول لي مين السبب ومين القتل ومين القاتل ومين المقتول، مين المجرم ومين البريء. ما مطلوب من الاعلامي انه يقول هيك. انت كمشاهده كمتلقي انت بتستنتجي، الا اذا كان التقرير في ايحاء بيقول لك. لانه بالمناسبه بالتقرير الصحفي او باي ماده اعلاميه انت كلمه واحده ممكن توحي لك شو عم بقصد. نعم. يعني كلمه واحده تنقول نحن كلمه كثير معروفه عندنا بين الكرد، وفي هيك صايره مصدر. هذا انا اذا قلت لك هاجمت قوى الفلانيه الموقع الفلاني واستشهد عدد من عناصر هذه القوه، بس لما اقول واستشهد انت بتعرفي انه انا موالي لهذه المجموعه. ولما بقول استشهد بمعنى انا مع قضيتهم، يعني انا اناصر هذه القضيه. ولذلك الذي قتل في سبيل هذه القضيه فهو شهيد. بينما الاخر يقول قتل او بيستعمل كلمات ثانيه. هلا بالغرب ما بيقولوا هيك. يعني حتى هذه الكلمات الايحائيه
الإعلام الغربي ما بيتقرب له. الإعلام الغربي متجرد بطريقة أنه ممكن أنا استضيف حدا ويحكي هو رأيه ويقول شو بده، بس أنا كإعلامي ما لازم أقدر أقول هيك. كمان يعني ما بعرف إذا طولت كتير، كمان الموضوع كتير شائك. أنا ما بدي ينفهم مني من الأخوة من أخوتنا المشاهدين والكرد إنه أنا عم أقول شيء ضد تطلعاتهم وضد مشاعرهم. لا، يعني أنا بصراحة عم حاول يعني أوضح الصورة بالطريقة اللي أنا بفهمها. يعني نحن هون كمؤسسة إعلامية بإذاعة صوت أمريكا، أنا ممكن أكون كردي، ولكن في مقابلي بالغرفة الثانية القسم التركي من صوت أمريكا. طيب إذا أنا بدي يكون كردي بتقريري وهو يكون تركي بتقريره، معناه مؤسسة صوت أمريكا كلها فشلت. شكرا أستاذ صالح. خلينا ننتقل للأستاذ شيار. أطلنا عليك. أستاذ شيار، أستاذ شيار، ما حضرتك تحدثت عن الإعلام الحزبي. حابة نتوقف عند هاي النقطة هاي. هل كان الإعلام منصف بنقله للوقائع، أم أنه كان متحيزا وكان منصة للأحزاب والشخصيات لفرض هيمنته وفكرها؟ أتحدث دائما عن أزمة عفرين. تفضل. خاصة أنه حضرتك كنت بتغطي الأحداث بشكل مباشر. درشا، يعني أنا بوافق أستاذ صالح كتير، لأنه أستاذ صالح موضوعي. نعم. نحن هون نسمي الإعلام هو إعلام لا مهني لا أكاديمي، هو إعلام موضوعي. يعني يكون موضوعي، ما مطلوب حدا بهذا الوقت يكون حيادي أو مستقل. مطلوب منك أنه أنت تشتغل كإعلامي بموضوعية، يعني أنت تنقل الوقائع مثل ما موجودة والعالم هي بتستنتج. يعني وهذا الشيء أنا بربطه هلا بتعليق موجود للعزيز روكان بكر، أنه في دور للوعي العام تبع الشعب. يعني الشعب هو لازم يكون في عنده وعي فكري، وعي إعلامي، وعي ثقافي، لا يستنتج شو اللي بده إياه من هاي التقارير ومن كمية المعلومات والبثات المباشرة اللي عم تبث على السوشيال ميديا. يعني نحن يعني منا هلا حاليا الإعلام الكردي أو السوري هو إعلام مختصر على التلفزيونات الرسمية أو الراديوهات. في عنا نحن السوشيال ميديا هو إطار كتير واسع جدا، يمكن يشارك في ناس عاديين، يمكن يشاركوا في مواطنين صحفيين، ويمكن يشاركوا في ناس مهتمين بالصحافة وصحفيين. هاي العوامل كلها بتأثر على توصيل الرسالة الإعلامية بشكل موضوعي وبشكل مهني. يعني بحرب عفرين، هلا بدي اربط هاي القصص بسؤالك. يعني بحرب عفرين، غزو عفرين كان في تشويش من الإعلام الكردي، من الإعلام التركي، ومن إعلام تابع للنظام السوري، ومن إعلام المعارضة السورية. كان في تشويش لإدخال الملفات ببعضها البعض. يعني وبنفس الوقت ما كان في سماح لإيصال أو لوصول المؤسسات الإعلامية الدولية المهنية المعترف فيها على الأقل على مستوى العالم أنه هي مؤسسات موضوعية مهنية، أنه يوصل المنطقة. يمكن بالبداية وصلوا بأول يومين، ولكن انسحبوا مع انسحاب الإدارة الذاتية من المنطقة وغزو القوات التركية لها. هلا أنا تعاملت كتير بالصور، بالأخبار، بالملفات اللي طلعت من عفرين ببداية يعني هذا التناحر اللي صار على المنطقة. بصراحة كان في إعلامي من قبل تركيا، يعني غزو إعلامي من ناحية تشويه الحقائق. بنفس الوقت الإدارة الذاتية والإعلام الكردي ما كانوا عم ينقلوا الحقائق كما هي. يعني كان طيب خليني أقاطعك أستاذ شيار. لماذا ليه ما كانوا عم بينقلوا الحقائق كما هي؟ شو السبب برأيك؟ هلا قبل لماذا، بس خليني أكمل الفكرة لأنه كتير مهم نحط الناس بصورة
انه نحن شو عم نحكي؟ يعني انا واستاذ صالح نحن عم نشتغل بمؤسسات معروفه دوليا وجهه نظرنا عن شيء اللي صار، ونحن منا ناس حزبيين ولا ناس متبعين لاجندات معينه، نحن عم نحكي وجهه نظر مهنيه صحفيه موضوعيه وعم ننقلها للناس. هلا هذا الشيء ما مرتبط بانه ليش صار هيك، يعني هو الاخير في اطراف سياسيه، اطراف عسكريه مشاركه بهذا الصراع، وكل طرف هو بده يحاول يفرض وجهه نظره بغض النظر عن مين هو الصح. الاطراف كلها ما سمحت للاعلام المهني والموضوعي انه يشتغل. مثلا القوات التركيه والميليشيات التابعه للمعارضه كانت عم تستهدف مدنيين باحدى المناطق، مثلا منطقه جنديرس. نحن كنا ننقل من الارض، من الواقع، عبر اشخاص مدنيين غير تابعين لحزب العمال الكردستاني ولا الاداره الذاتيه ولا اي طرف حزبي كردي، انه في مدنيين عم يستهدفوا. الاعلام الاخر اللي كان هو عم يقوم بالهجمه كان يقول انه نحن عم نستهدف مقرات الحزب العمال الكردستاني وبيادي. بنفس الوقت الاعلام الطرف الاخر من الاعلام الكردي او التابع للاداره الذاتيه كان يشوش الحقائق لصالح اجنداتهم السياسيه. يعني مثلا فضيت عفرين من قوات وحدات حمايه الشعب، الجريلا، كل القوات العسكريه انسحبت ولم يبقى في عفرين سوى اهالي عفرين، يعني ناس هن متطوعين في الاسايش وما الى ذلك من قوات المؤسسات العسكريه، هن اللي كانوا عم يحرسوا عفرين. الاعلام الكردي كان ينشر، او اعلام الاداره الذاتيه كان ينشر انه عفرين بخير ونحن ما انسحبنا. هلا هن بيقولوا لي انه هذا تكتيك اعلامي، ولكن هذا تكتيك عفوا تكتيك عسكري. هذا التكتيك العسكري انت عم تشوه الحقائق فيها. هذا التكتيك العسكري شارك فيه مؤسسات اعلاميه، فاذا انا ما فيني اسمي هاي المؤسسات الاعلاميه اللي شاركت بهذا التكتيك السياسي العسكري انه هي مؤسسات موضوعيه، هي مؤسسات حزبيه قولا واحدا. من حقهم يشتغلوا شيء، يعني شيء اسمه اعلام حزبي، ولكن بنفس الوقت كمان من حقنا نحن نشتغل بموضوعيه بعيدا عن الصراعات السياسيه والعسكريه. نحن الاعلام الموضوعيه بمساله الاعلام ونقل الواقع هو انه نحن ننقل الحقيقه كما هي، ننقل آلام الناس، ننقل معاناة الناس، ننقل الأرقام الحقيقية اللي على الأرض بدون تزييف، ننقل وجهة نظر العسكري والسياسي كما هو، يعني مو نضيف عليه ناخذ مقطع ونضيف مقطع آخر. يعني هاي البروباغندا اللي بتمارسها كتير منصات إعلامية، وهذا الشيء كتير خطير بصراحة. هذا الشيء يعني هو له آثار اجتماعية ونفسية وسياسية واقتصادية على سوريا بشكل عام. يعني أستاذ صالح حكى بالبداية أنه أنا كمواطن أو كصحفي أنا بدي أنقل رواية مين أو بدي صدق مين؟ النظام السوري، المعارضة السورية، الإدارة الذاتية، تركيا، إيران. يعني كل واحد منهم بينقل رواية معينة. اليوم بشار الأسد اليوم عم بيقول إنه نحن عم نمارس الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية، وبنفس الوقت الإعلام المعارضة عم بيقول إنه هدول ناس كذابين، إنه عم يجوا يضحكوا علينا. بس المؤسسات الإعلامية شو لازم تنقل؟ وجهة نظر إنه كم واحد ترشح لرئاسة الجمهورية، شو خلفياتهم، مين هن، شو مشتغلين، عرض سيفياتهم، وترك هاي المعلومات للمشاهد، أم إنه نحن نجي نمارس موضوع تخوين وموضوع زد اتهامات للناس. يعني برأيي إنه لا، لازم نكون كتير موضوعيين لننقل الواقع كما هو قدر الإمكان. يعني نحن ما فينا يعني بوسط هاي الصراعات الموجودة بسوريا ما فينا ننقل الواقع مثل ما هو حتى. يعني نحن بنحاول قدر الإمكان من خلال أدواتنا، من خلال علاقاتنا، من خلال الكونتاكت الموجود بيننا وبين الناس بالأرض، ننقل الشيء اللي نحن فينا ننقله. يعني بقية القصص أكيد الصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية هي بتأثر على جميع القصص.
يعني برأي حضرتك الإعلامي ما ممكن يكون موضوعي 100% ولا يمكن إنه يعبر عن رأيه بكل شفافية 100%. ما الإعلامي بينقل وجهة نظره لما هو بده إياه، لما مؤسسة بده إياه، يعني ما بنتمي لمؤسسة تشتغل بموضوعية ومهنية بينقل رأيه، ولكن هذا الرأي كيف بدك تجيبيه؟ هذا المهم. يعني شو هن الأدوات اللي انه انت عم تجيبي هذا الخبر هو ما انه مجموعه كلمات نحن بنصفهم ورا بعض. الخبر في له ادوات، انت كيف بتجيبي الخبر وشو الاسس اللي بنبنى عليه الخبر. يعني فمنقل الخبر وفق وجهه نظر مهنيه موضوعيه، انا وقتها بكون وصلت رسالتي، ما لي علاقه بالنتائج تبع الخبر. المتلقي كيف فهم هي مو شغلتي يعني. اوكي، وصلت فكرتك استاذ شياب. خلينا ننتقل للاستاذ صالح دمجر. استاذ صالح، برأي حضرتك ما هو تأثير الإعلام على المجتمع وبناء الأجيال؟ وهل حقيقة يمثل الإعلام الكردي السلطة الرابعة في المجتمع الكردي كما هو متعارف عليه في باقي المجتمعات؟ وخاصة أنه لاحظنا تغطية حضرتك خلال فترة الأزمة لفعاليات للجالية الكردية في أمريكا، ونقلك لهذه الفعاليات من خلال عملك كإعلامي. شو هي وجهة نظر حضرتك؟ سيد الشاه، يعني الإعلام الكردي لحتى يكون السلطة كمان لازم يكون يتهيأ له شوية أجواء لحتى يكون يعني له السلطة ويقدر يمارس السلطة. يعني رح أقدم لك مفارقة، وهي بالمناسبة عم نحكي عن الإعلام الكردي، هو الإعلام السوري بشكله العام وحتى إعلام الشرق الأوسط بشكل أعم، يعني هو تحت هذا المعيار وتحت هذا البند، يعني ما إنه كتير بعاد عن بعض. فلما أقول إعلام كردي ممكن تقولي الإعلام السوري، ممكن تقولي الإعلام العربي والشرق الأوسط بشكل عام، لأنه البيئة هي ذاتها. خلينا أعمل مقارنة صغيرة لحتى أقول لك إذا كان هو كيف رح يكون سلطة رابعة. يعني بالمجتمعات المتقدمة، هلا أنا بواشنطن بأمريكا عم بحكي عن إعلام بأمريكا. الإعلام هو ببلور الرأي العام. تنقول صار في فكرة، طلع حدا فكرة أو بادر إلى ذهن إعلامي فكرة، ممكن هالفكرة أنه تفيد المجتمع، فهو بيعمل شو؟ بيعمل تقرير، بيعمل حملة لحتى يبلور هالفكرة بين عامة الشعب، وتصير فكرته هي الرأي العام. يعني الرأي العام يتبنى الفكرة، وبالتالي لما الفكرة تتبنى من قبل الرأي العام شو بيعمل؟ بيفرض هذه الفكرة على الحكومة وبتصير سياسة عامة. يعني الفكرة اللي طلعت من شخص إعلامي صارت سياسة عامة للحكومة الأمريكية. إذا قارنا هذا الوضع بوضعنا نحن بالإعلام الكردي، بالسوري، بالعربي، بالشرق الأوسطي، الآية كلها مقلوبة. يعني الحكومة هي اللي بتفرض رأيها على الرأي العام وعلى الإعلام كمان. يعني بتستعمل الإعلام وبتستعمل الرأي العام خدمة لمصالحها، يعني مصالح الوزير أو الحكومة أو ما إلى هنالك. يعني شوفي قديش الآية مقلوبة. الإعلام ممكن يكون سلطة رابعة، ممكن يكون لما هاي الفورميلا اللي قلت لك عنها تكون سليمة، لما الإعلام هو يكون وراء تأطير ودعم الرأي العام، وبالتالي الرأي العام يمارس الضغط على السلطة، وبتصير هذه الفكرة سياسة عامة وليس العكس. وليست السياسة الحكومة تمارس الضغط على الرأي العام وتمارس الضغط على الإعلام وبتقتل الإعلامي. يعني في مفارقة. رح أحكي لك إنه مفارقة كيف. مثلا عندنا إعلاميين بمناطق حرب، تنقول هلا بالقامشلي صار في تشابه، اشتباكات، مواجهات بين ميليشيا. هلا عم اقول ميليشيا لانه انا كردي كمان، يعني ميليشيا القوات الوطنيه، مدري شو اسمها هيدي، الدفاع الوطني، ميليشيا الدفاع الوطني او قوات الدفاع الوطني اللي هي مواليه لبشار الاسد، وبين قوات الاسايش التابعه للاداره الذاتيه.
هلا اذا في الصحافي رايح لهونيك، تنقول رايح لهونيك لابس السترة ولابس الخوذة على اساس انه هو اعلامي لحتى ما يكون مستهدف من قبل اي جهة. انت بتتصوري انه هذا الحامل السلاح هونيك رح يوفر هذا الصحفي؟ هلا اصلا اذا بيشوفه رح يدعي يعني فورا بيأوصوا ويقول انا تخلصت من واحد يعني موالي لهم، موالي للجهه الثانيه. هدول بالغرب منهم هيك، هذا اللي بيلبس الستره وبيحط الخوذه هذا مقدس بساحه المعركه. لانه الاطراف كلها بتعرف شو يعني قيمه الاعلام وبتعرف قيمه الاعلامي. للاسف نحن لا، نحن بالعكس. يعني كيف راح تعاملي تلبس الخوذه والستره الاعلاميه مع واحد داعشي عم بيهاجم وبده يفجر حاله ويعمل هذا؟ يعني الارهابي. هلا نحن الارهابي وين ما كان ارهابي، حتى ممكن تقولي انه الارهابي بامريكا كمان ممكن يقتل الاعلامي او الصحافي، بس عم بحكيكي عن قوات يعني بتعتبر حالها شرعيه ممكن ما توفر هذا الاعلامي بمنطقتنا، وصايره في احداث كثيره من هذا القبيل. بس قليل ما بتشوفي شيء صاير بامريكا انه كان في تشابك بين جهتين والاعلامي مات بيناتهم، لانه في الطرفين كمان بيلتزموا بهذه القواعد. فبرجع لسؤالك، الاعلام ممكن يكون سلطه اذا اتيح له المجال. يعني اذا ما تحيي له المجال كيف راح يكون؟ يعني الاعلام هو شيء حساس كثير، كمان هو شيء يعني مثل المرأة انت لما تقدمي لها المجال او المنصة ممكن تعمل عمايل، ممكن تبدع. بس اذا خليتيها بالبيت ولا هي انت بس ربة منزل وانت بس بتربي الاولاد، يعني هي نفسها. الاعلام بتقدم مثل ما انت بتقدميه، وبتاخر مثل ما انت بتاخريه. الاعلام هو هيك. اذا انا كمان هلا شفت احد التعليقات، بتصور كان الاستاذ خليل قادر كان عم بيقول انه الاعلامي هو موظف، بالتالي طبيعي الاعلامي هو موظف بالنسبه للمؤسسه. بس انا عم بحكي عن الاعلام بشكله العام، يعني المؤسسه الاعلاميه. انا كاعلامي اذا مؤسستي الاعلاميه ما عم تقدر يعني تتبنى المبادئ الاخلاقيه والسلوكيات المهنه، فانا كاعلامي بشتغل معهم ما راح اقدر. لانه اذا طلبت مني الروداو، تنفترض انه انا عم بشتغل مع روداو وقالت لي الروداو انت بتقريرك بدك تعمل ستاند اب وتقول قوات الارهابيه التابعه للنظام السوري قتلت 10 مدنيين. انا اذا قلت لهم لا، النظام السوري ما قتل المدنيين، النظام السوري كان عم بيقاتل القوات التركيه ونقول او قسده، بس هدول المدنيين كانوا بطريقهم وبالغلط قتلوهم، ممكن روداو يعني تطردني من العمل. عم بقول مثالها، ما عم بقول يعني ما عم هاجم روداو باي شكل من الاشكال، عم بقول مثال. يعني اي مؤسسه. طيب استاذ صالح، سؤال هل يجب على الإعلامي أن يخضع لمثل هكذا ضغوطات أو ممارسات، أم أن يتوجب عليه أن ينقل الحقائق وبالشفافية ومثل ما هي على أرض الواقع ومثل ما هي قناعاته هو؟ هلا هذا السؤال كثير شائك يا دلشا. يعني انا ما في، انا ماني هون. هذا شيء طبيعي. يعني واحد اذا بظروف الحرب بتعرفي انه لقمه العيش كانت صايره صعبه كثير. اذا واحد اتاحت له، هو دارس اعلام وهو يعني بيحب الاعلام وبده يشتغل بالاعلام، واتاحت له فرصه انه يروح يشتغل بمؤسسه اعلاميه، يعني انا ما بلوم هذا الاعلامي قد ما بلوم الاعلام المؤسسه الاعلاميه بحد ذاتها. استاذ صالح، هلا في تناقض رهيب بالموضوع. يعني بنحكي عن موضوع المبادئ وعن موضوع الشفافيه وعن موضوع نقل الراي بالشفافيه وبالحريه. بتيجي هلا بتقول انه لقمه العيش هو الخضوع للظروف الحياتيه. لا انا ما عم بقول لا، ما عم بقول لانه لحتى يلاحق لقمه عيشه لازم يشتغل. بس عم اقول لك الوضع شو عم بيصير هلا. انا ما في
ما فيني احط لك قوالب جامده واقول لك هذا هو الاعلامي والا بلا ما يكون في اعلامي. ما طبعا فيني. هذا بختلف من شخص لشخص. انا لعندك شغله بسيطه هون بصوت امريكا، باذاعه صوت امريكا. اذاعه صوت امريكا بتطلب مني اني ما بقول باي شكل من اشكال روجافاي كردستان، باشوري كردستان، باكوري كردستان، روجلاتي كردستان، شرق كردستان، غرب كردستان، شمال كردستان، جنوب كردستان. هذه المصطلحات منا موجوده، هي مصطلحات سياسيه بالنسبه للكرد. مؤسسه اعلاميه بحجم صوت امريكا بتطلب مني انه انا اذا اشتغل معها ما في اقول هيك. انا ممكن اقول المناطق الكرديه في تركيا، يا كرد سوريا، كرد العراق، كرد ايران. في كثير من المشاهدين تحسسوا من هالوضع، وفي منهم تواصلوا معي وقالوا لي انت كيفك، انت كيف كردي وبتقول كرد سوريا؟ ليش ما بتقول باكوري كردستان؟ كرد تركيا ليش ما بتقول باكوري كردستان، شمال كردستان؟ بقول لهم انا ما في، انا بادبياتي بالمقالات اللي بكتبها انا كاديب كشاعر، انا اتغنى بكردستان وبدعو لتوحيد كردستان واقامه دوله كرديه. ولكن كمؤسسه اعلاميه بشتغل معها هي ممنوع عندها انه اقول انا شمال كردستان غرب كردستان. ما في. بيقولوا لي في واحد بالحرف الواحد قال لي، كان مسؤول بإدارتي، قال لي طيب انت لما بتقول شمال كردستان قل لي وين هي كردستان حتى تقول لي وين شمال كردستان؟ وين هي كردستان؟ هل كردستان الموحده موجوده؟ لا، ما موجوده، موجوده بقلبي وبمخيلتي، وبدنا نعمل كردستان. قال لي لما تعمل كردستان تبقى تعال عندي انا بقول لك وقتها شمال كردستان وغرب كردستان. بس هلا كردستان على الجغرافيا منا موجوده. فليش؟ فهي هي الفكره. انا ما في، انا اللي عم بخضع لنفس اذا سميتيها مضايقات. ما في يقول لواحد مقيم بسوريا لا ما تروح ما تشتغل مع المؤسسه الفلانيه. زلمه لا، كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار في حدا بده يشتغل، في حدا بده يعيش، في عائله بدها تعيش. انا ما عم بقول مين هو اي هو الصح واي هو الغلط، عم بقول الصح هو هذا، ولكن الظروف احيانا بتجبرك شيء معين، تفرض عليك انك تستعمل مصطلحات انت منك كثير يعني منك مقتنع فيها 100%. نعم. خلينا ننتقل للاستاذ شيار. استاذ شيار، في عندنا سؤال حابب شوي شارك مع حضرتك. تفضل. حضرتك اسئله المتابعين ايضا. في عندنا الاستاذ نجاح هوبي عم تسال، بتقول نقل حقيقه الاحداث وضمان متابعتها وخلق راي عام بدعم قضايا الشعب الكردي لابد من بناء جسر ثقة وبتقنيات وكوادر متمكنة وبلغات مختلفة. هو ما يتطلبه الإعلام الكردي إضافة إلى الاستقلالية حتى يصلح كسلطة رابعة. أنا حابة أتوقف عند نقطة تعددية اللغات في الرسالة الإعلامية. هلا انت بالنسبه هذا الحكي هو بالنسبه للاعلام الكردي انت عم تحكي ولا الاعلام السوري بشكل عام؟ لانه كثير في فرق. انا عم بحكي عن الاعلام الكردي استاذ شيار. هلا الاعلام الكردي للاسف مصيبته اكبر، يعني اكبر من الاعلام العربي. هن بيشتركوا مع بعض بكثير قصص، ولكن الاعلام الكردي ما زال رخو، يعني انه منه اعلام صلب، منه اعلام عنده ادوات، عنده مؤسسات، عنده كوادر قادره تشتغل بشكل قوي على ارض الواقع. يعني دائما الاعلام الكردي في وراء اما آلة حزبيه معينه او دونر، يعني انه في ممول رجل اعمال معين او رجل سياسي معين بدعم هاي القناه لغايات سياسيه. نحن بالاعلام الكردي وللاسف الشديد يعني انه نحن من يومين كان ذكرى، يمكن من يومين كان ذكرى عيد الصحافه الكرديه. يعني هذا الموضوع كثير ظلم بالنسبه للصحافه الكرديه. الصحافه الكرديه هي صحافه قديمه بالنسبه للمنطقه. من بداوا بالعمل الصحفي هن كانوا ناس
أقوياء نقلوا من لا شيء وصنعوا من لا شيء قصص كتير مهمة. نحن يعني أنا بتذكر يعني بدراستي، حتى قبل دراستي بكلية الإعلام بدمشق، كنا نحن نتثقف من خلال المنشورات الصحفية السرية اللي كانت تصلنا. يعني دليل أنه الإعلام الحزبي الكردي كان يشتغل بشكل جيد، ولكن عندما فتحت الأفق، يعني لما قال الله يعني خذوا هاي الرزق يعني تفضلوا ومارسوا مهنيتكم، مارسوا حقوقكم، مارسوا حريتكم، ما نجحنا بمعنى النجاح بشكل كامل. يعني الإعلام الكردي انطلق لتخديم موضوع الصحافة الكردية لأجندات حزبية معينة. مؤسسات إعلامية، أكيد مؤسسات إعلامية هي مؤسسات يمكن نسميها كردية، ولو أنه بعضهم ما بيسموها هي مؤسسات كردية، بيسموها مؤسسات سورية، ولكن هي المؤسسات السورية العاملة في المناطق الكردية. نجحوا وقدروا يوصلوا الصورة المحلية لكثير أماكن داخل سوريا، يعني بالأماكن المختلفة بالجغرافيا السورية وخارج سوريا. أنا ما رح سمي مؤسسات معينة مشان العالم ما تزعل وما يصير في نوع من الترويج، ولكن في مؤسسات قليلة جدا تأسست ببداية الثورة السورية في أشرق سوريا تحديدا، فيما يعني في قامشلي وريفها وحسكي وريفها، واستطاعت أن تحول المواطنين الصحفيين إلى صحفيين. المواطن الذي كان يحمل الكاميرا ويصور أي شيء كان بدون أي قاعدة أو ينقل وجهة نظر حزبية، حولوه لناس هي بتعرف تمارس الإعلام وبتعرف شو عم تنقل من أرض الواقع، بتعرف أنه هي فيها تغطي الجثة، فيها تغطي منظر الدم أو لا. يعني نحن السوشيال ميديا مثل ما حكيت، يعني المصادر المفتوحة الأوبن سورس كتير فوتنا بقصص هي أثرت على الإعلام، خلت الإعلام يعني المؤسسات الإعلامية يتشكل عندها نوع من تخبط. هذا التخبط بحاجة آليات موضوعية ومهنية، بحاجة مشرفين ومراقبين من نفس المؤسسات مشان يعني نبرز القضية الخاصة بهاي المؤسسة. الإعلام الكردي كان بعيد دلشا، يعني الإعلام الكردي لحد هلأ هو إعلام يمارس أجندات سياسية تحديدا كرديا وكرديا عربيا. يعني هن عم بيمارسوا نوع من الهيمنة السياسية على هاي المؤسسات. مؤسسات الإدارة الذاتية أنا عم بحكي عن الأطراف الأخرى، ما عم بحكي عن طرف معين، عم بحكي عن جميع الأحزاب الكردية في سوريا، في شمال سوريا وشمال شرق سوريا. هن ما عم بيقدموا رسالة واضحة. في بعض الأحزاب شكلت مؤسسات شبه إعلامية، أنا ما فيني أسميها مؤسسات إعلامية، أنا بسميهم مكاتب إعلامية حزبية. يعني صاروا يشتغلوا بموضوع نقل الانتهاكات بالمناطق التي سيطرت عليها تركيا، يعني بطريقة موضوعية. بيجيبوا الاسم، بيجيبوا الانتهاك مثل ما هو بنقوله، بس هذا مو إعلام. هذا اسمه يعني العالم بتسمي هذا الموضوع انه والله فلان حزب في عنده صفحة إعلامية. هذا مو إعلام، هذا نوع توثيق بدرجات المتعلقة النشاط الحقوقي. يعني حتى لا يعتبر نشاط حقوقي، لأنه النشاط الحقوقي لما أنت بدك تروح توثقي بده يكون في عندك أدوات كثيرة، لا يكون في عندك داتا معينة توثقي هاي القصص. عم بيحاولوا الأحزاب الكردية، ولكن برأيي أنه لازم يكون في توجيه لمحل آخر، توجيه لخلق مؤسسات إعلامية موضوعية فعلا تخدم سكان هذه المنطقة بشكل كامل. ليس فقط نحن لدينا، يعني نحن في عنا أشوريين في كلدان، في سريان، في
في عرب، هاي القصص نحن كنا بدنا ناخذها بعين الاعتبار. في موضوع السلم الاهلي، في عده قصص نحن لازم ناخذها بعين الاعتبار لنقدم وجهه نظر اعلاميه موضوعيه ولا لا. اما اذا انت بدك تقولي انه خلص يعني المؤسسات الاعلاميه بين قوسين اللي مسميها كرديه هي لازم تختص بس بالموضوع الكردي، فمعناته خلص يعني هي حققت شروطها، يعني انه حزبيا يعني حققت شروطها وعم تحقق اهداف يعني، لكن هذا مو اعلام. يعني انا وجهه نظري ما عم يشتغلوا اعلام. سؤالي لحضرتك، هل انت مع فكره تعدد استخدام اللغات غير مع عدد اللغه الكرديه؟ في كثير هذا كان سؤال اساسي تبعك. اكيد انا مع تعدد اللغات، مو بس انا مع تعدد اللغات، انا مع انه نحن ككرد. يعني انا بالبدايه لما انتم عرضتوا انه نحن نطلع معكم ونحكي عن هذا الموضوع، انا كثير اصريت انه تكون الحلقه باللغه العربيه. يعني حتى حكيت لزملائي انه يا ريت نحكي بالعربي، يعني نحن بدنا ننقل هموم منطقه وهموم الكرد مع شركائهم بالمنطقه. يعني نحن ما جايين نحكي لبعض يعني اكراد بينات بعض، يعني انا بحكي بصراحه انه ننقل وجعنا. لا، نحن بحاجه نحل هاي المعضله اللي لازم تنقل بعده لغات وليست باللغه العربيه، على السوريين جميعا ان ينقلوا آلامهم باللغات الاخرى لكي يتضامن الشعوب معنا. العالم ما بتعرف مين نحن، يعني لا اكراد ولا عربا ولا حتى على مستوى سوريا. العالم لحد هلا يعني نحن المتواجدين برا سوريا لما بنروح عند العالم بنقول لهم الثوره السوريه، في كثير ناس ما بتعرف شو الثوره السوريه وما بتعرف مين بشار الاسد وما بيعرف انه شو القضيه المتعلقه بالاكراد بسوريا او بمناطق اخرى. هذا الشيء متعلق بدور المؤسسات الاعلاميه، انه نحن رسالتنا كيف بدنا ننقلها وباي لغه بدنا ننقلها وباي اسلوب بدنا ننقله. شكرا استاذ شيار. في عندنا سؤال يا ريت ترجعوا تعليق الدكتور محمود على الشاشه الادمن. في سؤال للدكتور محمود عباس، عم بقول هو سؤال للضيفين. رح نتوجه بالسؤال بدايه للاستاذ صالح دمجر. عم بقول هل طورت وسائل الاعلام الكردي بكل انواعها بعض المفاهيم داخل المجتمع الكردي وعند المكون العربي حول القضيه الكرديه؟ تفضل استاذ صالح. تحياتي للدكتور محمود، هو صديق عزيز لي. بالنسبة للإعلام الكردي وهل هو قدر يعني يغير شيء؟ نعم، قدر نسبيا أنه يغير شيء، يعني يعرف العالم شو عم بيصير بالمناطق الكردية. ولكن هذه النسبة في كتير عوامل لعبت دور فيها، وهي ما بس أنه الإعلام كان يعني طاقة ذاتية إعلامية كردية ومكنة إعلامية قدرت يعني تنقل الإعلام الكردي من مرحلة ما كان حدا بيعرف فيها الكرد إلى مرحلة كتير متطورة وصار العالم كله بيعرف الكرد. نحن بنعرف إنه في كتير عوامل يعني لعبت دور بهذا المجال، اللي بنعرف إنه هي الحرب السورية، الأزمة السورية، الثورة السورية، وهي تسميات كمان بالمناسبة هي كمان يعني لما بتنطقيها بتقولي أي مؤسسة إعلامية عم تحكي يعني. هاي لعبة الأزمة السورية هذا الدور، وبالتالي الإعلام العالمي لما يعني صار يعمل تقارير شبه يومية عن سوريا وشو عم بيصير بسوريا، وبعد ما دخلت داعش المناطق الكردية وصاروا الكرد هن في مواجهة داعش، الإعلام العالمي كمان لعب دور وساعد المؤسسات الإعلامية الكردية كمان، أنه كمان صار في كتير، أنا حسب معلوماتي صار في كتير دورات تأهيلية لهم، صار في مؤسسات تنمية بشرية يعني عالمية توظف طاقات وتوظف أموال بهذه المناطق. كمان هيدي لعبة دور. يعني هو بالمجمل الإعلام الكردي قدر يخطي خطوات، ولكنه ما زال، وهون أنا راح أربط هذه الكلمات
جواب للاستاذ صالح جعفر صديقي كمان من فتره، هو سال السؤال والسؤال مرق، بس انا كنت عم بتفرج عليه على السؤال. قال انه الاعلام الكردي لعب دور قومي. نعم، ولكن نحن هون عم نحكي بتجرد، عم نحكي عن الاعلام بتجرد. الاعلام الكردي مثله مثل اي اعلام باي دوله اخرى لعب دور، يعني خدم القوميه الكرديه. الاعلام الكردي خدم القوميه الكرديه، لانه اصلا اذا الاعلام اللي ما بيكون مرآة لهذا المجتمع، للراي العام بهذا المجتمع، هذا الاعلام ما راح يقدر ينجح، ما راح يقدر يوصل لاكثر قدر من ممكن. يعني هذه المنصه ما راح تكون مفتوحه للعالم اذا ما قدر يعني يعكس تطلعات وطموح ومشاعر افراد هذا المجتمع. وبالتالي انا معه، هو جايب في مثال روداو يعني كمثال. في كثير مؤسسات اعلاميه، في كثير قدروا يعملوا شيء، ولكن هل هذا اللي عم نطمح له؟ انا بتصوري لا. هو قدر يعمل شيء، ولكن بعد بيلزمنا كثير. وهذا بالمناسبه منه مرتبط فقط بالاعلام الكردي، هو مرتبط مثل ما قلت بالاعلام بالمنطقه ككل، الاعلام السوري بشكل عام. وبالتالي الاعلام الكردي حتى يعني في تفاوت بين ما انا ككردي سوري، يعني الاولويات بالنسبه لي باولويات، يعني انه اي خبر اعلامي انا لازم اتابع. انا محتاج اي خبر او اي شيء انا محتاج له من الاعلام، هو بيختلف عن كردي تركي، كردي مقيم بتركيا، او كردي بايران، او كردي بالعراق. نحن هذا الحدود اللي رسمت على ارض كردستان منذ يعني زمان كثير، كمان خلقت هذا النوع من التفاوت بوجهات النظر، حتى غير بالسياسه، يعني حتى بالواقع الاجتماعي، حتى بالتعامل اليومي. وبالتالي هذول كلهم بيعملوا لهم دور، بيلعبوا دور بكيفيه تطلع افراد المجتمع الى الاعلام المرجو. يعني انا شو برجو من الاعلام اللي الكردي السوري، واحد ثاني بيتمنى شيء ثاني او بيطلع لشيء ثاني من الاعلام الكردي التركي. تنقول مثال، انا عم قسم بين الكرد نفسهم لحتى او يعني اوصل الفكره انه قديش التفاوت ممكن يكون عميق داخل المجتمع. وهذا التفاوت بيلعب دور بقديش هذا الاعلام ممكن يكون. انا ممكن الاعلام يلعب دور قومي كثير، ولكن هل هو اعلام مهني؟ هذا هو السؤال. نحن هون عم نطرح هذا السؤال بتجرد، وليس كوني كردي او عربي او اشوري او درزي او مسيحي او مسلم. انا عم بطرح الفكره بتجرد. يعني الاعلام شو لازم يعمل؟ الاعلام لازم يجيب لك هذا الشيء ويحط لك قدامك ويقول لك هاي هي الماده، انت خلص اذا كانت مقاله صحفيه اقريها وشوفي، اذا كان تقرير تلفزيوني تفرجي عليه وشوفي وحللي. بس اذا حاولت انا كمان عم كرر حالي شوي، اذا حاولت انه انا اوحي باي فكره داخل هذا التقرير، فانا ما عم كون محايد. بالمناسبه لاخر فكره كمان، لا اوصل على فكره الحياد كمان، ما في شيء اعلام محايد بشكل مطلق. يعني اي وسيله اعلاميه في العالم هي منا وسيله محايده. طالما هناك شخص وراء فكره او مؤسسه وراء فكره، ففي لها هدف. وطالما لك هدف، هذا الهدف رح ياخذك عن الحقيقه شويه، لانه الحقيقه هي مطلقه لا تقبل اي تاويل. الحقيقه اللي ما بتقبل تاويل. ما في مؤسسه اعلاميه بالعالم ممكن بس تلاحق الحقيقه في سبيل الحقيقه، لا، في كل واحد. ولكن هون، وانا كمان بدي كمان اذكر بمدونه سلوك صوت امريكا. اذاعه صوت امريكا بتقول لك
أنا ما بطلب منك تكوني محايدة 100%، ولكن كوني دقيقة وكوني موضوعية وعادلة. لما تكوني دقيقة وموضوعية وعادلة في تقريرك، ساعتها النسبة المئوية لأن كونك تكوني محايدة أو منحازة رح تكون قليلة ضئيلة جدا. وهذه النسبة يعني مسموح فيها بالإعلام إنه أنت تنقول يعني فكرة إنه الكرد شعب مظلوم. يعني أنا ما في أنكر إنه الكرد لهم أرض تاريخية، وعلى مدى مئات السنين يعني في دول تانية اجوا واخذوها وعم بيمارسوا الظلم بحقهم. ولكن هذه الفكرة كيف رح ترجمها على بتقرير؟ هون بتلعب فكرة الدقة. وبالمناسبة ما بعرف إذا بعد في معي مجال، في فكرة أخيرة كنت بدي أقولها. تفضل أستاذ صالح. اللي هي السبق الصحفي. يعني المؤسسة الإعلامية هي كتير لحتى تاخذ كتير عالم لناحيتها وتقول اوه في كتير عالم عم يتفرجوا عليها، هي لازم تعمل سبق صحفي بتقاريرها. اي خبر صار تنقل الخبر باسرع وقت ممكن، وبالتالي بتكون هي القناه الاولى اللي نقلت الخبر. ولكن هون كمان عم جيب صوت امريكا مثال. صوت امريكا ما بيهمها انه تكون هي تعمل السبق الصحفي. نعم. لانه الدقه بالاولويه صوت امريكا. واعتقد اي موضوع او اي مؤسسه اعلاميه لازم تكون لازم يعني تلاحق الدقه وليس التسرع او السرعه. انا اذا نقلت الخبر وبعد ساعه اتضح لي انه هذا الخبر منه صحيح، ممكن مؤسسه اعلاميه ممكن ارجع اقول واعتذر اقول هذا الخبر لم يكن صحيحا. ولكن هذا الاعتذار بحد ذاته رح يجرح مصداقيتي كاعلامي ومصداقيه المؤسسه. لانه في المصداقيه بالمحك مره ثانيه 3 مرات راحت المصداقيه، ما بقى حدا يسمع لهي الزعم. اكيد. شكرا استاذ صالح. خلينا ننتقل للاستاذ شيار. استاذ شيار، كنت حابه حضرتك ايضا تجاوب على هذا السؤال هذا، انه هل طورت وسائل الاعلام الكردي بكل انواعها بعض المفاهيم داخل المجتمع الكردي وعند المكون العربي حول القضيه الكرديه؟ سؤال للدكتور محمود. بالتأكيد أكيد هذا السؤال كتير مهم. الإعلام الكردي تطور حاله واشتغل على كتير قصص، وصار في إعلام بديل. يعني صار في إعلام بديل عن أحزاب وعن النظام، لأنه سابقا كان في إعلام حزبي بشكل سري بسوريا، وبنفس الوقت كان في إعلام هو تابع للنظام السوري. هلأ صار في عنا إعلام بديل هي تابعة لمؤسسات ما فينا نقول انه مستقله، لانه العالم تفهم الاستقلاليه بشكل مغلوط. هي مؤسسات غير حزبيه وغير تابعه للنظام. يعني مؤسسات من مجموعه من الشباب اخذوا تمويل من جهات دوليه واسسوا منصات اعلاميه وبلشوا يشتغلوا عليها. انا كثير بعتذر من المؤسسات الموجوده هونيك. حاحكي شوي عن تجربه معينه. ارتا اف ام، يعني ارتا اف ام هي من الاذاعات السوريه اللي قدمت شيء كثير مهم على مستوى الصحافه المحليه، يعني على مستوى الصحافه المتعلقه بشمال شرق سوريا، وحسنوا يقولوا قصص بتخص الناس، يعني معاناة الناس، آهات الناس، قصص بتتعلق بموضوع كيف الناس عم تعيش، التراث الشفوي بهاي المنطقة، التراث المادي، هاي القصص. يعني الإعلام دوره مو بس سياسي، كمان فينا يعني نركز على هاي النقطة. الإعلام منه بس إعلام سياسي وعسكري، الإعلام هو بيحكي موسيقى وبيرسم فن وبينقل قصص بتتعلق بتفاصيل يومية. يعني نحن للأسف الشديد يعني دائما وجهة نظرنا أو أعيننا بتتوجه للإعلام العسكري والحزبي. ما كل المؤسسات الإعلامية إنه مطلوب منها إنه تنقل وجهة نظر الأحزاب الكردية وردة فعلها على بيان تابع للأسد أو تابع لأطراف من المعارضة السورية. لا أبدا، في قصص أخرى الناس تهتم فيها، ما بتهتم بالسياسة. أنا عم بنقل الأرض شو هو حسب
وجهة نظر مؤسستي. أنا مؤسستي مؤسسة إعلامية سياسية بتهتم بالشأن السياسي، أنا بنقل وجهة نظر الإعلام السياسي. أما أحيانا يعني وكثير نحن خاصة الأكراد في عندهم كثير قنوات وكثير منصات، هي منصات فنية الغناء وتتعلق بقصص إبداعية أخرى يعني. فأنا مو مطلوب مني، يعني في كثير ناس بيجوا بيقولوا إنه أنت ليش ما بتنقل وجهة نظر الفلانية، ليش ما بتسلط الضوء على المعركة الفلانية. أنا مو مطلوب مني، أنا في عندي سياسة معينة، في عندي نظام داخلي معين داخل مؤسستي أنا بلتزم فيه. وهذا الشيء أنا عانيته بصراحة من بداية الثورة السورية. في صحفيين أكراد اشتغلوا بمؤسسات سورية، مؤسسات معارضة تحديدا، يعني معارضة، يعني صار في هجوم كتير كبير على هدول الأشخاص، إنه أنتم كيف ما بتقدموا استقالتكم من القناة العالمية الفلانية، كيف ما تقدموا استقالتكم من القناة العربية الفلانية، كيف ما بتقدموا استقالتكم من القناة السورية غير الكردية الفلانية، لأنه ما بتنقل وجهة نظر الأحزاب الكردية. هذا مو معيار ولا مقياس. يعني وعي الناس بهذا الموضوع كتير مهم. يعني نحن لازم نعرف إنه نحن شو بدنا كمتلقي، والصحفي لازم يعرف هو إنه شو الرسالة اللي عم بيقدمها، شو المادة اللي عم يشتغلها. أنا ماني موظف الصحفي تحديدا، يعني في كتير ناس هلا عم يسألوا إنه الصحافة هي عن جد سلطة رابعة ولا مو سلطة رابعة. يعني أنا ما بعرف يعني شو يعني سلطة رابعة. السلطات الأولى والثانية والثالثة هي محققة ببلادنا لتكون الصحافة سلطة رابعة. يعني نحن في عنا عن جد موضوعية وشفافية بالسلطة الأولى والثانية والثالثة، الصحافة هي سلطة رابعة. نحن قدر الإمكان بنحاول نكون ناس موضوعيين، ننقل وجهة نظر موضوعية بتخص الناس. غير هيك يعني الأحاديث الجانبية اللي بيخصوا الأحزاب وبيخصوا ناس مشوهين الأفكار والبروباغندا عم تنصنع من خلال السوشيال ميديا، نحن ما لنا علاقة. أنا بحكي عن حالي كصحفي، يعني كمهتم بشأن أنا مآمن فيه. يعني أنا ماني جهة حزبية عم قدم رسالة، أنا جهة موضوعية مقتنع بوجهة نظر معينة عم قدم هاي الرسالة لجمهور معين. أنا ما فيني لبي كل وجهات النظر، أنا ما فيني أقنع كل الناس برسالتي، وأصلا مو مطلوب مني أنا أقنع الناس. أنا عم بعرض مثل ما حكينا بالبداية، عم بعرض أدوات معينة، تقرير معين، فيديو معين، خبر معين، للناس تحكم. موضوع الحكم انه هذا الشيء صح ولا غير صح انا ما لي علاقه. ما عم بكتب مقاله راي، يعني في فرق كتير كبير انا اروح اكتب مقاله راي عن الحركه الكرديه وعمقها بالمنطقه، او الصحافه الكرديه واصولها بالمنطقه، وبين انه انا اجي اشرح شو عم يصير ومين هدول. يعني احدى مثلا باليومين الماضيين بمناسبه يوم الصحافه الكرديه، في كتير ناس نقلت من وجهة نظر حزبية شو يعني صحافة الكردية، حكوا عن أحزابهم تحديدا يعني. بس في ناس كمان حتى يعني وسائل إعلام سورية نقلت الحقيقة كما هي. شو يعني يوم الصحافة الكردية؟ ليش سموها يوم الصحافة الكردية؟ مين كاميران؟ مين جلدات؟ مين القصص؟ شو صحيفة كردستان؟ الواقع كما هو. غير هيك نحن بنفوت بقصص المهاترات اللي خلقت خلالها ال10 سنوات. وللأسف الشديد يعني في ناس، يعني هلا خلينا نحكي شوي بعيدا عن الموضوع المهني والموضوعي، نحكي عن الناس بموضوع الإعلام. في ناس شوهت المؤسسات الإعلامية، في ناس شوهت موضوع انه انا صحفي. يعني صار ناس تسلقوا هاي المهنه مثل ما كثير سياسيين تسلقوا القضيه السوريه، وصاروا يحكوا عن الام الناس بالتشويه وبصنع بروباغندا معينه، بروباغندا تابعه لاجندات دوليه، بروباغندا تابعه لاجندات حزبيه او اجندات تحريضيه ليحرضوا الناس على بعض. خطاب الكراهيه اللي عم يصدر من المنصات من بعض، مشان ما انا عم من بعض المنصات الكرديه والعربيه بين الكرد والعرب، هذا اخطر شيء لازم نوقف عليه. يعني المؤسسات المهتمه بشان السوري او الشان الكردي العربي في سوريا، يعني لازم كثير نوقف عن هاي النقطه، انه شو عم يصير، مين عم بيحرض هاي القصص اعلاميا، ليش المؤسسات هاي او الاشخاص الصحفيين او يهتمون بالناشطين والناشطات، يعني اللي عم بيحرضوا الناس على بعضها، شو هدفهم من هاي القصة؟
هل مطلوب منا نحن كمؤسسات صحفيه وكاعلاميين موضوعيين مهنيين انه ننجر عن جد وراء هدول الناس؟ هي الحقيقه، ام نحن نلتزم بنقل الواقع وبفضح هاي البروباغندا اللي عم تصير؟ نعم نعم. شكرا استاذ شياب. خلينا ننتقل للاستاذ صالح دمجر. استاذ صالح، سؤال بيطرحه العديد وبيطرحه الكثيرين يعني بالفترة الأخيرة، خاصة بعد ازدياد الهجرة لأوروبا ولأمريكا وباقي الدول. بينطرح بشكل بديهي، بيقولوا لماذا كرد روجافا يفتقرون لمنبر إعلامي حر يمثل صوت وضمير الشارع الكردي وبالشفافية؟ شو بتجاوب على هذا السؤال هذا استاذ صالح؟ شو ردك؟ هلا انا بقول مو بس الكرد بيفتقروا، كل السوريين بيفتقروا لهذا اللي تفضلتي فيه. خلينا نوقف عند الكرد، لان نحن عم نعاني من وضع خاص وعندنا حاله خاصه فينا. طبعا انا راح اجيب لك مثال، يعني قنوات كبيره بحجم العربيه والجزيره هي كانت قنوات منحازه وما قدرت يعني تكون ضمير الجمهور على الاقل يعني. فاذا هدول القنوات ما قدروا، يا ترى راح نحن قديش راح نقدر يعني؟ وبتعرفي هو الزخم المالي وقديش في دعم مالي لهدول القناتين، يعني القناه العربيه والجزيره، وفي قديش يعني قوه كبرى وراهم بالمنطقه، وهن ما عم بيقدروا يوصلوا. ونحن ببدايه الثوره او الازمه السوريه شفنا كيف كانت قناه الجزيره والعربيه هما يعني كل العالم كانوا قاعدين قدام شاشات التلفزيون وتفرجوا اما على العربيه او على الجزيره، ولكن هلا ما حدا بقى يسمع شيء، او اللي عم يحكوا لانه هن تراجعوا عن ما حكوا، لانه اللي كانوا عم بيمولون تراجعوا عن سياساتهم بسوريا. فبالتالي يعني عم نحكي عن الاعلام المنحاز والمحايد والشفافيه والموضوعيه بالاعلام. الاعلام الكردي ما قدر يعني يتبلور لمستوى طموحات الشارع الكردي، او حتى الكرد عم يفتقدوا لهذا الاعلام، لانه ما في ارضيه، لانه ما في ارضيه لحتى تكوني اعلام. يعني خلينا نقول اذا عم نحكي بسوريا عن كرد سوريا، بروجافا المؤسسات العامله هي اما يجب ان تكون يعني مدعومه من الجهه الحاكمه واللي هي الاداره الذاتيه. نحن بنعرف انه الروناهي هي عندها مطلق الصلاحيه انه تروح على اي منطقه تحت حكم الاداره الذاتيه وتعمل اي تقرير، ولكن نحن بنعرف انه هي قناه روناهي هي منا قناه محايده، منا قناه مستقله، هي قناه منحازه لجهه محدده. وهون انا ما عم بنتقد اي حدا، يعني ما حدا يفهمني غلط. استاذ شيار اجى على اجى على ذكر ارتا اف ام. هي ارتا اف ام مع انه تمويلها كان خارج سوريا، يعني تمويلها غربي، ولكن من الغرب وليس من داخل سوريا، ولكن ضمن المساحه الجغرافيه اللي هن عم بيغطوها ما بيقدروا يقولوا كل شيء بدهم اياه بشكل مستقل وموضوعي، لانه بالتالي هن تحت رقابه. هل هاي الرقابه قديش هي شرعيه منا شرعيه ولازم كيف تكون الرقابه؟ هذا موضوع ثاني. عم نقول انه هاي المؤسسه ما عم تقدر تتحرك بشكل مناسب. يعني انا بس عم جيب مثال اللي جابه يا اساس شيار. يعني فالاعلام الكردي ما بيقدر، لانه لتخلقي اعلام بدك ارضيه، وهي الارضيه بدها عشرات السنين اذا مش اكثر، بدها عشرات السنين لحتى الراي العام المجتمع يعني يتشرب فكره او معنى كيف يعني انا اكون اعلامي. لانه اذا كان مطلوب مني لحتى اكون اعلامي لازم صفق للجهه الفلانيه او الجهه الفلانيه، فهذا ما صار اعلام. ولانه الحاله الكرديه هلا
فيها يعني درجة كافية من التشرذم، خير كثير إن شاء الله. يعني التشرذم على بأوجه بين كرد سوريا، لأنه في هذا التشرذم، لأنه ما في يعني صيغة موحدة. ما راح أقول وحدة كردية، لأن الوحدة الكردية بسوريا هي يعني كلام بعتبره براق شوي صغيرة. خلينا نقول الاتفاق على صيغة سياسية معينة، يعني لو الأحزاب السياسية تتفق ممكن بالنهاية يعني بالنهاية يكون في عندهم إعلام، ولكن لأنه ما قدروا يوصلوا لهالمرحلة فما راح يقدروا يعملوا إعلام. إلا إذا عملوا إعلام راح يكون إعلام إما موالي لهذه الجهة أو لهذه الجهة أو للجهة الممولة. وصلت الفكرة أستاذ صالح، شكرا. خلينا ننتقل إلى موضوع آخر. أستاذ شيار، دور شبكات التواصل الاجتماعي هل كانت البديل، وإلى أي مدى ما تزال وسائل الإعلام التقليدية قادرة على الوفاء بدورها كرقيب في الوقت الذي يتزايد فيه دور وسائل التواصل الاجتماعي؟ شو تعقيد حضرتك؟ هلا اكيد انا حكيت بالبدايه ان السوشيال ميديا، كنت دائما عم بركز على هذا الموضوع، ان السوشيال ميديا هي حاليا عم تشكل الراي العام. نعم. خلينا نعترف بهذه الحقيقه، لا الراديوهات ولا التلفزيونات ولا الجرائد، يعني لا المسموع ولا المرئي ولا المكتوب. السوشيال ميديا بكافه انواعه انه هو عم يشكل الراي العام السياسي والعسكري والاقتصادي والفكري والاجتماعي بالمنطقه. السوشيال ميديا هي اكثر وسيله على مستوى سوريا تستعمل وتتابع، وتحديدا في المناطق الكردية، لأنه الإنترنت متوفر في كثير مناطق ما فيه إنترنت بسوريا. بالمناطق الكردية الإنترنت بشكل عام متوفر. الناس بتتابع على منصات السوشيال ميديا كافة القضايا. هالشيء أثر أكيد بشكل كثير كبير على وسائل الإعلام الحزبية بشكل خاص، وأثر لأنه هن الوسائل الحزبية ما عندها أدوات مهنية وحرفية لمواكبة هذا الضخ اللي عم يصير بالسوشيال ميديا. أثر على موضوع النظام السوري وهيمنة وسائل إعلام النظام السوري ونشر رواية واحدة للأحداث، لأن النظام السوري كمان ما عنده هاي القدرة الكافية لا يروج عن الأفكار تبعه على منصات السوشيال ميديا. فإذا يعني صرنا قدام منصة مفتوحة، منصة يعني هي open source مفتوحة على كل الناس، فيه أي واحد يجي ينشر روايته وينشر قصته ويصير في ومناقشات مثل ما عم يصير. السوشيال ميديا كان له كثير تأثير كبير، وهي المنصة الأولى إعلاميا حاليا بتأثر على آراء الناس. ما بعرف هذا الشيء، أنا فيني أقول بين قوسين للأسف، ما فيني أقول للأسف بالناس، الناس هن أحرار هن شو بدهم يتابعوا وعلى أي وسيلة بدهم يحكوا، ولكن هالشيء أثر كثير على موضوع أنه الوسائل الإعلامية هي تكون مع الزمن وتلاحق المواطن انه انا شو بدي انشر. نعم استاذ شيار، جزيل الشكر لك. استاذ صالح، كلمه اخيره. انا حبيت بس اعقب انه تيكون في اعلام، لازم يكون في يعني كملخص، يعني تيكون في اعلام واعلام ناجح. خلينا نقول في اعلام هلا بعدين راح اقول ناجح. ليكون في اعلام لازم يكون في سلطه يعني وراء هذا الإعلام. هاي السلطة ممكن تكون سلطة سياسية، ممكن تكون جهة ممولة، ممكن تكون مؤسسة تعمل بهذا المجال. يعني لازم يكون في حدا ولا يكون في إعلام ناجح. لازم تكون هاي السلطة هي سلطة ديمقراطية، ولأني نحن نفتقد لهدول الشغلات، لهيك للأسف عم نشوف إعلام ما عم نشوف إعلام ناجح بمنطقتنا. شكرا استاذ صالح. استاذ شيار، كلمه اخيره من حضرتك ايضا. انا الشيء اللي بدي احكيه انه بالاخير كل حدا منا هو مقتنع بافكار معينه لتعريف الاعلام او لتعريف المؤسسات الاعلاميه او الحزبيه، وكل واحد بيحكي روايته يعني. بس في روايات كثير معروفه معينه بتبين انه مين هو الموضوعي على النقابات، تحديدا النقابات الصحفيه العامله في سوريا وفي المناطق الكرديه، وبدي اسميهم رابطه الصحفيين السوريين، شبكه الصحفيين الاكراد، ودائره الاعلام الحر.
هن يهيئوا البيئة الآمنة للمؤسسات الإعلامية وللصحفيين أنه يمارسوا عملهم على مستوى سوريا بشكل حر ويقدموا رسالتهم مثل ما هي. يعني أنه ما يكون في عنا نقابات هي بتفرض سلطتها على المؤسسات الصحفية وعلى الصحفيين، وما يكون في سلطة أمر واقع، لأنه كل السلطات الموجودة بسوريا حتى مع سلطة نظام الأسد هي سلطات أمر واقع تفرض أجنداتها وبتفرض سلطتها على الصحفيين. الصحافة بالأخير هي رسالتها تنقل وجهة نظر الناس وواقع الناس فقط. جزيل الشكر لكم الإعلامي والكاتب الأستاذ صالح دمجر ومدير تحرير جريدة ليفانت اللندنية الصحفي الأستاذ شياب خليل. أمتعتونا أعزائي المتابعين، جزيل الشكر لمتابعتكم وإلى حلقة قادمة، دمتم بخير، إلى اللقاء.